مرحبا بكم في نشرة الأخبار من قناة عصير أخبار المغرب، وهذه أهم العناوين. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة قبيل عيد الأضحى. بلاغ من الحكومة المغربية. درون مغربي يعرض لأول مرة في معرض فرنسي. بلاغ عاجل من الشركة الوطنية للطرق السيار يهم مستعملي جواز. من المتوقع أن يصل الملك محمد السادس إلى مدينة طنجة يوم الأربعاء المقبل عن طريق مطار ابن بطوطة الدولي، وسيتوجه جلالته مباشرة بعد وصوله إلى قصره في مدينة المضيق لقضاء عطلة الصيف. وتستعد مدن الشمال لاستقبال الملك محمد الثالث بحالة من التأهب الأمني، وتعتبر مدينة المضيق واحدة من الوجهات المفضلة لصاحب الجلالة خلال فصل الصيف، ويظهر ذلك من خلال زيارته المتكررة لها في كل فرصة تتاح له. من المتوقع أن تكشف شركة AeroDrive Engineering Services عن أول طائرة بدون طيار مغربية مصنعة من قبلها في معرض لو بورجي الفرنسي للصناعة الجوية والفضائية الذي سيعقد يوم الاثنين 19 يونيو. وقد أبرزت وسائل الإعلام أن الشركة هي شركة ناشئة تعمل على تطوير وتصنيع طائرات بدون الطيار في المغرب، وتقدم الشركة تقنيات وحلول مبتكرة في مجال المهام الاستطلاعية والاستخبارية، والتي تعتبر حاسمة في العملية العسكرية والأمنية والمدنية وفقا للمصادر. وأضافت نفس المصادر أن الطائرة بدون طيار التي سيتم عرضها في المعرض تتميز بقدرتها على الإقلاع العمودي، مما يعزز قدرتها في المهام الاستطلاعية والاستخباراتية. وهذا الابتكار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير طائرات بدون طيار متعددة الاستخدامات وذات قدرات أوسع لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة. أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم مستعملي جواز أن خدمة التعبئة ستكون غير متاحة مؤقتا ثلاثاء ابتداء من الساعة 9:30 مساء ولمدة 4 ساعات. وأوضح بلاغ للشركة أنه كإجراء استباقي تنهي المؤسسة إلى علم مستعملي جواز أن خدمة التعبئة ستكون غير متاحة مؤقتا يوم الثلاثاء 20 يونيو ابتداء من الساعة 9:30 مساء ولمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء عملية تقنية مجدولة على النظام المعلوماتي للأداء عن بعد. ولضمان سفر آمن ومريح تدعو الشركة مستعملي جواز تعبئة جهازهم قبل هذا التاريخ. ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز خنوش. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانوني يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك 4 مشاريع مراسم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والثاني بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي. ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسة التعليم العالي غير التابعة للجامعات، فيما يتعلق بمشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.